يا اخواتي اللي يجي على السكه يقعد على الدكه. يا اخواتي واحنا شامين حد بيها اصلا. السلام عليكم. معكم زميلكم محمد مصطفى. ان شاء الله اكون موجود معاكم في ماده داتابيز. يلا نبدا. اول حاجه محتاجين نعرف يعني ايه داتا. بيقول لك ان الداتا هي معلومات خام لسه ما اتعالجتش، ممكن تكون ارقام، نصوص، صور، اصوات. لما بننظمها ونحللها بتتحول لمعلومات مفيده نقدر نستخدمها في اتخاذ قرار معين. اول حاجه نتكلم عن الاي ار موديل. دي اول حاجه موجوده عندنا في المنهج. الاي ار موديل في منه انواع كتيره، بس احنا حاليا هنتكلم عن الانتيتيز والاتريبيوت. الانتيتيز بيقول لك دايما هنعتبر ان احنا نرمز للانتيتي بحاجه اسمها كيان. بيقول لك اي شخص او كيان بنحتاج نحتفظ عنه ببيانات في قاعده البيانات. زي ايه؟ زي اليونيفرسيتي، زي انتيتي للستودنتس. بمعنى ان انا محتاج اعمل انتيتي للجامعه علشان اقدر اظبط الداتابيس بتاعتها، ان انا اعمل مثلا جدول للطلاب وجدول للمعيدين وجدول للدكاتره وجدول للعمال وهكذا. بعد كده نتكلم عن الاتريبيوتس. بيقول لك هي البيانات التي يتم تخزينها عن كل كيان. يعني ايه؟ انا طبعا ظبطت الجدول بتاعي خلاص، فمحتاج املى الجدول بتاعي باتريبيوتس داتا. محتاج ان انا اكتب مثلا عند كل موظف اسمه ورقم تليفونه والعنوان بتاعه والاي دي بتاعه وهكذا. كده انا ابتديت اهيكل الداتا بتاعتي. عندنا تاني حاجه الريليشن شيبس. بيقول لك ان الريليشن شيبس هي العلاقات بين الكيانات في قاعده البيانات، يعني بوضوح بتوضح ازاي كل كيان مرتبط بكيان تاني. وعندنا في الريليشن شيبس 3 انواع: 1 to 1، 1 to many، many to many. هنشرحهم يعني اكتر في الشويه الجايين اللي قدام. هنتكلم دلوقتي عن الاتريبيوتس. بس الاتريبيوتس في منها انواع كتير. دلوقتي حاليا هنتكلم على السيمبل والكومبوزيت. السيمبل بيقول لك هو معطى له قيمه واحده مجرده بدون اي تفاصيل. يعني ايه؟ يعني انا جيت مثلا سالتك دلوقتي انت اسمك ايه، قلت لي انا اسمي محمد. سالتك عندك كام سنه، قلت لي عندي 19 سنه. هي معلومه سيمبل، معلومه ما فيهاش اي تفاصيل، يعني حاجات مش محتاجه، يعني هي يعتبر شايله قيمه واحده بس. السيمبل ده السيمبل اتريبيوت. اما الكومبوزيت اتريبيوت بيقول لك هو معطى مكون من معطيات اخرى ويمكن استخراج عده تفاصيل من قيمته. زي ايه؟ زي العنوان بتاعك. العنوان بتاعك بتلاقيه دايما بيشمل مثلا المحافظه والمدينه اللي انت عايش فيها والشارع، وممكن ساعات العماره مثلا. فده عنوانك شايل كذا قيمه. زي مثلا تاريخ ميلادك سيد اليوم اللي انت اتولدت فيه، الشهر والسنه. ده كده كومبوزيت، يعني شايل كذا معلومه. تالت حاجة عندنا السنجل فاليو. سنجل فاليو اتريبيوت ايه هو؟ ايه؟ بيقولك هو معطى لا يحتمل سوى على قيمة واحدة فقط. يعني ايه؟ سألتك اسمك ايه قلت لي محمد. انت الجندر بتاعك ايه؟ ميل قلت لي ميل. عندك كام سنة؟ قلت لي من 19. انت منين؟ انا من القاهرة. كل يعني هي تعتبر قيمة، رد شايل قيمة واحدة بس. فانت هو عشان كده اسمه سنجل فاليو. في المالتي فاليو بيقولك هو معطى يمكن ان يحتمل على اكثر من قيمة. يعني ايه؟ جيت انا مثلا سألتك والله انا عايز رقم تليفونك، قلت لي والله انا معايا 011 ومعايا 012، عايز انهي واحد؟ فانت كده خيرتني ما بين حاجتين. معاك في حته الفون نمبر حاجتين، معاك مثلا 011 ومعاك 012. هنتكلم دلوقتي عن الستورد اتريبيوت. بيقول لك هو معطى نطلب قيمته من المستخدم لتخزينها في قاعده البيانات. انا طبيعي عملت داتابيس، فمحتاج املاها داتا. فطبيعي هحتاج منك مثلا عنوانك واسمك وتاريخ ميلادك والاي دي بتاعك. انت بقى بخليك انت اللي تدخلهم لي، مش انا اللي بملاهم بايدي. لا، ممكن اكون عامل لك بروجرام كده انت اللي بتدخل الداتا بتاعتك بايدك. رابع حاجة عندنا الدرايفد اتريبيوت. بيقولك هو معطى بنحسبه أو بنستنتجه من معطيات تانية موجودة في قاعدة البيانات. زي إيه؟ زي أنت مثلا لو أنت مدخلي السن بتاعك، مش مدخلهولي 19 سنة، مثلا مدخلهولي مثلا شهر 2 يوم 15 2006. أنا ممكن بحسبة بسيطة كده أعرف إن أنت عندك 19 سنة. زي مثلا النت سالري بتاعك. النت سالري اللي هو بيكون إيه؟ بيقولك إن هو بيكون السالري الأساسي بلس البونص. لما أسألك أنت مثلا بتقبض كام؟ قلت لي أنا بقبض 5000. والبونص بتاعك كام؟ تقول لي مثلا 500. فاعرف ان انت النت سالري بتاعك، الراتب الصافي بتاعك اخر الشهر يبقى 5500. هنتكلم دلوقتي عن الريليشن شيب تايبس. ايه هو الريليشن شيب تايبس؟ بيقول لك هنتكلم عن الديجري اوف ريليشن شيب. بيقول لك عدد المشاركين في هذه العلاقه، او العلاقه دي رابطه من كام انتيتي. عندنا في منها نوعين. في نوع اسمه باينري اللي هو ثنائي او ثنائيه. بتكون اهي دي شكلها، بتكون entity والعلامة اللي هي الدايجرام اللي في النص ده دي معناها relation، والانتيتي التانية اللي هي مثلا الكورس. فدي كده معناها binary relation، binary degree، رابطة ما بين حاجتين بس.
في النوع التاني اللي هو اسمه ترنالي. ترنالي اللي هي رابطة 3 أو أكتر. بيكون إيه؟ بيكون مثلا يعني أنت عندك الانتيتي بتاعت التيتشر، في ريليشن ما بينهم في النص، والانتيتي بتاعت الكورس والانتيتي بتاعت الكلاس. هو انتيتي واحد هو انتيتي واحد من هنا بيتعامل مع انتيتي واحد من الطرف التاني. زي ايه؟ زي عندنا هنا example بيقول لك any employee manage at most one department. A department can have only one manager managing it. يعني ايه؟ بيقول لك ان القسم بيديره موظف واحد فقط، والموظف لا يديره الا قسم واحد فقط. يعني الموظف مش متسجل غير في قسم واحد فقط، مش بيشتغل غير في قسم واحد فقط. فهي دي لما هنيجي نعمل لها دايجرام هيكون ده الشكل بتاعها. عندنا جدول اسمه الامبلوي للموظفين، وجدول اسمه ديبارتمنت اللي هو الاقسام. ما بينهم ايه؟ ما بينهم علاقه مانج، الاداره. فهي دي العلاقه تبقى ايه؟ 1 تو 1، عشان خاطر يعتبر هي حاجه شايله، هي حاجه بتتعامل مع واحد، مع حاجه واحده بس من الجدول اللي هناك اللي هي الايه؟ المانج. هنتكلم عن ال1 تو ماني. ال1 تو ماني دايما بنرمز لها بال1 ونقطتين فوق بعض كده اللي هي ان، او 1 نقطتين فوق بعض ام. بيقول لك معناها ان الانتيتي، معلش هنا السلايد باظت شويه، معناها ان الانتيتي الواحد يقدر يتعامل مع اكتر من انتيتي من الطرف التاني. يعني ايه؟ يعني عندنا هنا اكزامبل بيقول لك ان القسم يديره عده مشروعات، والمشروع يديره قسم واحد فقط. فعندنا هنا العلاقه هتكون ايه؟ ماني تو 1 او 1 تو ماني. هي ان القسم يديره عده مشروعات، القسم فيه كذا بروجكت موجودين فيه، اما المشروع الواحد موجود، المشروع الواحد بيديره قسم واحد فقط. يعني كل قسم مسؤول عن مشروع واحد فقط. فكده العلاقة هتكون ايه؟ 1 تو ماني. في بعد كده الميني تو ماني، بنرمز لها برضو ام، نقطتين في بعض ام كده. بيقول لك ان الانتيتي من الطرف الاول ممكن يرتبط باكثر من انتيتي من الطرف الاخر، والعكس صحيح. يعني ايه؟ يعني بيقول لك مثلا اكزامبل، لو بيقول لك الموظف يمكن ان يساهم في عدة مشاريع، والمشروع يتكون من عدة موظفين، فالعلاقة هنا ايه؟ ميني تو ماني. ايه اللي رابط ما بين ايه اللي رابط ما بين العلاقتين دول ببعض؟ المشاريع. فهنا اهو في جدول اسمه الامبلوي، وفي جدول اسمه بروجكت. في اللي رابطهم ايه؟ رابطهم حتة المشروع. فهنا الموظف ممكن يساهم في عدة مشروعات، وفي نفس الوقت المشروع بيتكون من عدة موظفين شغالين عليه. تمام؟ فكان العلاقة هتكون هنا ايه؟ ميني تو ميني. عايزين برضو نركز على شوية رموز كده عشان دي هنحتاجها في الدروينج، عشان دي جاية منها سؤالين في الامتحان. فدي symbols to draw ERD. زي ايه؟ علامة المربع اللي هي الأولانية دي، علامة المربع دي اسمها entity. المربعين جوا بعض أو المستطيلين جوا بعض دول اسمهم weak entity. الدياجرام ده اسمه relation ship. اتنين دياجرام جوا بعض دي اسمها identifying relationship. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي نفس الريليشن شيب محتاج اعرفها مره تانية، بدل ما ارسمها كانها هي علاقه جديده، لا انا بحطهم الاتنين جوا بعض، معناها ان هي دياجرام او قصدي ريليشن متعرفه قبل كده. دي معناها اتريبيوت، ودي معناها كي اتريبيوت. كي اتريبيوت اللي هو المفروض كبرايمري كي، يعني هكلمكم بعديها بعدين يعني عنها. وعندنا اللي هي الدوريتين جوا بعض دول اسمها مالتي فاليد اتريبيوت، اللي هو يعتبر اتريبيوت شايل كذا قيمه اتكلمنا عنه. اول حاجه محتاجين نفهم البرايمري كي والفورين كي يعني في الداتابيز. بيقول لك ان البرايمري كي هو المفتاح الاساسي والرئيسي لاي ريكورد في الجدول. يعني ايه؟ يعني كل صف لازم يكون بيتكون او موجود ليه قيمه فريده من نوعها يونيك. كلمه فريده من نوعها يعني، او كلمه فريده عموما يعني يونيك. فبيقول لك احنا قلنا يعني كل صف لازم يكون موجود ليه قيمه فريده من نوعها، وما ينفعش يتكرر او تتساب فاضيه نل. نل دي معناها ان انا ما ينفعش اما اجي اعمل اي ريكورد في الداتابيز ما ينفعش اعمله نل. ليه؟ لان هو ده الفورين كي البرايمري كي بتاعي، معلش، ده البرايمري كي بتاعي، فما ينفعش اعمله نل ابدا، لان ده الحاجه الوحيده اللي بتميز الجدول بتاعي، ان هو ما فيش داتا فيها تتكرر او تكون فيها اي شكل من اشكال التشابه. فما ينفعش القيم اللي فيه تكون بالنسبه لي مهمه جدا. ما ينفعش ان انا اخليه مثلا قيم ممكن تتكرر فيه او كده، لان انا ممكن اميز الجدول بيه عن طريق البرايمري كي ده. ممكن بعد كده هنتكلم عن الفورين كي. الفورين كي باختصار شديد جدا هو برايمري كي جاي من جدول تاني. يعني انا عندي مثلا جدولين ممكن يشتركوا في نفس الحاجه، فبخلي واحد برايمري كي في الجدول بتاعه الاساسي، واجيب التاني ده فورين كي
عندي في الجدول التاني اللي انا محتاجه. ليه؟ لان هما الجدولين مرتبطين ببعض او في ما بينهم حاجه جمعاهم، فانا محتاج نفس العمود ده بنفس الداتا بتاعته بالظبط معايا الناحيه التانيه في الجدول التاني، عشان كده خدته فورين كي. وبس يعني انا حبيت النهارده كده بس نعرف بعض كده شويه ويعني شويه حاجات ان شاء الله وتكون سهله وبسيطه وكده. وان شاء الله المره الجايه اكون انا عملت فيديو مثلا بنرسم فيه دروينج او حاجه وان شاء الله الدنيا تكون تمام. شكرا لكم.